أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم عبر قناة رياضة الأحياء في بطولة عنوانها الأسطورة ماجد عبد الله. شخصية أبدا لن ننساها، شخصية دائما نفخر بذكراها، رفع هامات الرياضة السعودية وأيضا دعم المواهب الشابة برياضة الأحياء. دعوني في هذه الأثناء في الاستديو التعريفي لبطولة الأسطورة ماجد عبد الله نرحب بضيفي الاستديو. طبعا على يميني طبعا محمد المطيري أبو خالد، عضو شرف نصراوي ومدير لبطولة الأسطورة ماجد عبد الله. بداية نرحب فيك. ايضا طبعا معنا شخصيه رياضيه مميزه لابناء منطقه الشرق الرياض، طبعا الاستاذ محمد عادل العتيبي رئيس اللجنه المنظمه. بدايه نرحب فيك. اهلا وسهلا فيك، فرصه سعيده. الله يسعد ايامك. بدايه خلينا نبدا فيك يا ابو خالد، بما انك عضو شرف نصراوي، كلمني عن المسمى البطوله باسم الاسطوره ماجد عبد الله. شلون استنتجتوا المسمى واطلقتوا هالبطوله؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. البطوله هي كانت فكره لإقامة بطولة لإعادة رؤساء الأندية وكشافين الأندية إلى الأحياء، وإبراز المواهب واكتشاف اللاعبين الموهوبين من الأحياء. وكما نعلم أن الجيل الذهبي للكرة السعودية من عام 84 فما بعد خرج من الأحياء. لدعم البطولة ولدعم اللاعبين الشباب ولبث الحماس فيهم، اقترحنا أن يكون هناك شخصية تتبنى البطولة كرمز من رموز الكرة السعودية. وأول ما جاء في بالي صراحة الكابتن ماجد عبد الله. حصل أني اجتمعت مع الكابتن ماجد عبد الله وعرضت عليه الفكرة. حقيقة ما كملت الفكرة أني أقول يا أبو عبد الله عندنا فكرة بطولة حواري للأحياء الرياض لإبراز الشباب والمواهب، نتمنى أو نرغب أنها تكون باسمك لإعطائها معنى واسم أكبر. بادرني الكابتن ماجد بكلمة مباشرة، قال أنا من الأحياء، يعني أنا من الأحياء وجميع جيلي من الأحياء، وأنا ما عندي مانع إذا هذا في خدمة للرياضة وللشباب ولإعادة اكتشاف المواهب أبدأ موافقته. وهذا دعم كبير يشكر عليه أبو عبد الله كعوايده. طبعا هو دائما سباق للأولويات في تاريخ الكرة السعودية. جميل. طبعا ايضا ضيف الاخر رئيس اللجنه المنظمه ابو عادي، خلينا نسال نقول كم المده اللي انتم استغرقتوها في اعداد بطوله، خلينا نقول مثل هالبطوله؟ صراحه قل ان نجد بطولات يشهد لها التاريخ مثل بطوله الاسطوره ماجد عبد الله. وايضا خلينا نقول كيف تم اختيار الفرق للمشاركه في هالبطوله؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم قناة الأحياء، ونرحب في الأخوان جميعا طاقم كل القناة. أول بداية الأخ أبو خالد زين طرح علي الفكرة إنه بيسوي بطولة وننظمها، شخصية متواضع، وبالعكس بادرت معه إن نسوي البطولة ذي. في البداية شكلنا لجنة منظمة البطولة هذه شهرين تقريبا زين، وعدة اجتماعات مع ابو خالد ومع اللجنة المنظمة. في كذا اجتماع قررنا نكون البطولة كانت فبادروا هم نكون بطولة في جامعة كتل، بس احنا رغبنا وعلى قولتهم طلب ان تكون في احياء الرياض والشرق تكون بالذات زين. قالوا لا تكون البطوله افتتاح تكون بالجامعه عشان الضيوف والامور الامنيه والاشياء ذي، وبادروا هم قصروا، وراح نكمل البطوله ان شاء الله بكره الجمعه تكون في شرق الرياض في ملعب اليرموك. طبعا اليوم يا ابو عادي شفنا مواجد مع ابو خالد هم اللي ما قصروا، بالعكس بجهود ابو خالد حضر معه حضر الوداعه، كان عنده حضوريا ذكر اسمائهم
وافق على طول، قال اسم بطولة اسم ماجد عبد الله. كل واحد كان مساهم يبدع وبشيء يضيف البطولة، شيء مميز. وابو خالد بالعكس كان ورانا من جميع النواحي في الامور كلها، كان ايش هو على قولتهم التوقيع الاخير كان عنده، وما كنا توجيهات تكون تاخذ من ابو خالد، والافكار كانت الحمد لله تدور دائم بيننا، وكان القرار كان يكون دائم بيننا، والحمد لله. وان شاء الله نقول ايش القدام يكون افضل باذن الله. جميل. خلينا نرجع لابو خالد. ابو خالد ما شاء الله احنا نقول بطوله كامله، والكامل وجه الله سبحانه وتعالى بكافه التجهيزات، يعني لجان تحكيم، لجان منظمه، لجان تنسيق، دعايه واعلان، حضور شخصيات شرفيه، كل شيء متواجد. خلينا نقول في الاحياء، يعني هذا مجهود، خلينا نقول مجهود ابناء الاحياء، ما هو مجهود لا انديه ولا غيره. لكن وين الاتحاد السعودي من مثل هالبطولات؟ وين خلينا نقول كشافين الانديه؟ مثل ما شفنا الرساله واضحه، طلب كشافي الانديه حضور مثل هالبطولات. كلامك صحيح. طبعا ابدا من اخر السؤال بالنسبه للرساله، صيغه الرساله اللي كانت على تحمل شعار البطوله. طبعا هذا صياغه الرساله فقط، هذا تعبر عن هم كنت انا شخصيا احمله، خليني اقول لك من سنين جميل الى الان، فحبيت اني ابرزه في بشكل بطوله بتوجيه رساله مختصره، لان رؤساء الانديه مشغولين باللي عندهم، ما هم فاضيين لاني اجي واجتمع معهم واتكلم معهم. فاقترحت من هالدوره هذه ان نوصل لهم فكره، نوصل لهم رساله. العوده للاهتمام صراحه، يعني الرئاسه العامه رعايه الشباب لها جهود ولها ذا، ولكن ما زالت مقصره في حق الشباب. انا اقولها بكل صراحه واقولها بكل تجرد. سمو الامير نواف مهتم وما قصر الله يجزاه خير، لكن في ادارات وافرع ثانيه للرئاسه يجب ان تقوم بدورها، هي اسمها الرئاسه العامه لرعايه الشباب. الشباب يعني اكثر من ثلثين مجتمعنا شباب، وبحاجه فعلا لانشطه سواء رياضيه او اجتماعيه او ثقافيه تنمي فيه مواهبهم. يعني في مواهب حرمنا تبقى موهبه وتندثر في عند صاحبها، ما حصلت من يدعمها ويكتشفها. سابقا كانت الامور سهله، وكانت الكشافين في الملاعب كان يعني على مستوى الرياض كله 10 11 ملعب تقدر تكتشف لاعبين، لكن الان الامور كبرت وصعبت شوي. أنا عندي فكرة بسيطة لرؤساء الأندية، إحنا ما نقول لكم يا رؤساء الأندية تعالوا أنتم شوفوا، ولا أرسلوا مدربيكم يشوفون، ولكن أنا أقول لهم اقتدوا. إحنا نطمح للعالمية ونطمح للاحتراف الصحيح، ونطمح فكما هو مطبق في العالم كله، حتى في أكبر دول الاحتراف كرويا، النادي نفسه يتبنى عدة ملاعب في الأحياء. حلو. أنا ما أقول لك شايفينك الملاعب كلها عشواء، لا، كل نادي في العاصمة أو في مدينة ثانية يحط في جميع أطراف المدينة ملعب يكون تبع النادي، يشرف عليه مدرب أو شخص فني أو إداري. الملعب هذا يكون رافد للنادي، بدل ما يدفع ملايين في لاعب جاهز. يا أخي أنت اكتشفتك لاعب الآن وصرت بالعكس، أنت كان صار عندك قيمة فنية ومادية. فهذا المقصود، أن يا رؤساء الأندية انشروا ملاعب في الأحياء تبع النادي، منها تكسبون لاعبين ومنها يعني تكسبون مواهب جيدة، وبإذن الله أنا متأكد كما قلت أنا في رسالة البطولة، أرسلوا كشافيكم إلى الحواري وستجدون الكنز، سميتها الكنز. لأن الأندية تدفع ملايين وملايين كنوز. أكيد. اللاعبين هذولا موجودين عندكم متاحين بأقل التكلفة، لكن كيف الطريقة اللي توصل لهم وتكتشفوا هذا إن شاء الله توصل. طيب أبو خالد، أضم صوتي لصوتك طبعا عبر قناة رياضة الأحياء. طلبنا كثير وما زلنا نطالب، وحنصر نطالب حتى يتنفذ الأمر، حتى يصدر أمر بإرسال كشافين أو من يتابع أبناء الأحياء. طبعا ما شاء الله احنا شاهدنا الفترة الماضية في المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الغربية اعتماد اتحاد أحياء رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الآن معمول فيه من تنظيم بطولات، من حضور كشافين، حضور سماسرة، حضور شخصيات تدعم مثل هالأحياء. والآن ما زلنا نطالب نضم صوتنا لصوت أبناء الشرق وغرب الرياض لإنشاء اتحاد أحياء منطقة الرياض. هل كلمني رسالتك أنت كشخص كعضو شرف نادي النصر لهالفكرة؟ الآن تبناها أبناء الشرق، الآن خلينا نقول على صدد 1/1 العام الجديد إن شاء الله إطلاق اتحاد أحياء منطقة الرياض. فايش تقول عن هالفكرة؟ هذه فكرة ممتازة جدا، وهذا الشيء اللي احنا نطمح له ونسعى له، وهذا الكلام اللي انا قلته حتى في كلامي بالبداية. سمو الامير نواف
ويتمنى الخير للناس ويتمنى الخير للشباب، وحتى أبعد نفسه عن الاتحاد ليتفرغ لخدمة الشباب بشكل أكبر، وخلى اتحاد الكورة للمختصين فيه. ولكن الرسالة برضو للموظفين في اللجان اللي يثق فيهم الأمير نواف ويكلفهم بالمسؤولية، ابذلوا الجهد. أنتم تحملون رسالة كبيرة، رسالة عظيمة، خدمة شباب وطن، أبناء وطن. إذا ما خدمتهم وبرزت مواهبهم أو حتى مليت أوقات فراغهم، طرق الانحراف لا سمح الله كثيرة. أكيد. فأنا أشوف أن رئاسة من رعاية الشباب تحمل هم، ولكن المنفذين نطلب منهم المزيد، وإن شاء الله أنها تكون بداية خير. يعني الاتحاد رياضة الأحياء وفرق الأحياء إن شاء الله يكون بداية خير بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. طبعا مستمرين في التغطية أعزائي المشاهدين عبر الاستديو التعريفي لقناة رياضة الأحياء. طبعا أعيد أذكر وأعرف طبعا بضيوفي عبر الاستديو. طبعا الأستاذ محمد المطيري أبو خالد عضو شرف نادي النصر ومدير البطولة بطولة الأسطورة ماجد عبد الله، وأيضا ضيف الآخر محمد عادي العتيبي رئيس اللجنة المنظمة، طبعا الرئيس الفخري خلينا نقول أبرز رؤساء فرق شرق الرياض. طبعا أبو عادي خلينا نسأل عدد الفرق المشاركة في البطولة ونظام البطولة المعمول فيه لهالبطولة. الفرق 24 اختيرت من أحياء الرياض ككل حسب طلب الأخوان الداعمين للبطولة، من الشرق من الغرب من الوسط من الشمال من الجنوب، والحمد لله سعينا قدر ما نستطيع أن نجلب أفضل فرق في أحياء الرياض من 24 فريق ب6 مجموعات، تأهل الأول والثاني وأفضل ثالث زي من المجموعات، في دور 16 دور 8 ودور 4 ودور نهائي. هذا نظام البطولة طبعا بالنسبة لك طبق فيها جميع قانون كرة القدم ما عدا التسلل، الافتتاح والختام مثل ما تشاهدون في جامعة الإمام، وبعدها تنقل إلى ملعب ترابي لأن بطولة أحياء للأحياء وفرق الأحياء، والأفضل لهم يلعبون في منطقتهم اللي هم وياهم حتى حضور الجمهور هناك أفضل من الحضور هنا، ونتمنى نقول إيش من بكرة نشوف جمهور أفضل وأفضل. طيب أبو عادي خلينا نقول أبرز العقبات اللي واجهتها اللجنة المنظمة في تنظيم مثل هالبطولة. الوقت صراحة عانينا من الوقت شوي، وعانينا من الظروف اللي صاحبت تأجيل الأسبوع. جميل. بالنسبة للظروف الأمنية في المنطقة عندنا بشكل عام، والحمد لله اليوم بداية انطلاقة، وإن شاء الله أن بإذن الله انطلاقة موفقة، ونتمنى التوفيق للجميع. خلينا نقول هل في مفاجآت؟ دائما البطولات لا تخلى من المفاجآت، خلينا نقول للجمهور أو لمتابعين البطولة. مفاجآت بالنسبة احنا كلجنة منظمة، مفاجأتنا أن نكون متميزين بتنظيمنا من جميع النواحي، حتى الحكام جبناهم من الاتحاد السعودي، من حكام ساحة وحكام لاين زين. نحن عانينا في البطولات الحواري حكام اللاين والساحة كلهم حكام متميزين. البطولة هذه الحمد لله دعمت دعم طيب، سعينا نجيب أفضل حكام حكام معتمدين من الاتحاد السعودي، ونحمد الله ونشكره أن الأمور كلها طيبة وميسرة. وبالنسبة للمفاجآت نتمنى تجي المفاجآت وراح نذكرها ما راح نختفي. بالتوفيق إن شاء الله. طبعا نرجع لك أبو خالد وخلينا نسأل نقول رسالتك طبعا اللي توجهها طبعا للجمهور اللي الرسالة الأخيرة اللي يصل الصوت طبعا للمسؤولين بالاتحاد السعودي وأيضا مسؤولين بالأندية السعودية. ويعيدون بمفاجآت إن شاء الله تكون من حيث الجمهور والبطولة، وبإذن الله موعد بخير في مفاجآت إن شاء الله ما نبغى نحرق. خلينا نقول الرسالة الأخيرة من القلب إلى القلب لعلها تصل لمسؤولي الأندية خصيصا طبعا، رسالتك لهم. وهذه الرسالة الأخيرة أنا زي ما قلت صبت أنا شخصيا وأنا مسؤول عن هذه. جميل. أيضا رسالتك أبو عادي خلينا نقول لجماهير منطقة الرياض لحضور مثل هالبطولات، وأيضا السؤال قبل نختم، هل حكام الدرجة الأولى طبعا هم مستمرين طوال البطولة أو في الافتتاح النهائي؟ حكام معتمدين من الاتحاد السعودي لكل البطولة بشكل عام،
من البدايه للنهايه. زين اللاين والساحه، هذا بالنسبه لحكام البطوله بشكل عام معتمدين من الاتحاد السعودي، حكام رسميين معتمدين. اما بالنسبه للرساله اللي اقولها، نتمنى التوفيق للفرق ونتمنى التوفيق لنا للجنه المنظمه، واتمنى من جمهور حواري الرياض وفرقهم يجوا يشاهدونا يشاهدوا العمل، واتمنى من مثل ما قال اخوي ابو خالد من الاعضاء الداعمين والكشافين والمدربين ان ياتوا للحواري. مثل ما قال ابو خالد في فعلا في كنز، في درر كثيره، في مواهب متعدده تبغى ناس انش تشوفها وتستقطبها للانديه وتاخذها معهم. واتمنى من الجميع ان البطوله هذه كبداياتها، اتمنى والوقت معهم شهر معنا ما زال، اتمنى يجوا يشاهدون مباريات زين ويشوفون مواهب متعدده من جميع الفرق، لان الفرق هذه كلها زين فرق مميزه في منطقه الرياض. جميل. طبعا بدوري اتشرف اليوم بتواجد ضيفين مميزين طبعا بحجم ضيفي الاستديو، ولكن تعقيبا على كلام محمد المطيري طبعا ابو خالد عضو شرف نادي النصر بعدم تواجد كشافين في مثل هالبطولات، انا اعتقد انه شعار قناه رياضة الأحياء طبعا هو دعم الانديه السعوديه والمنتخب السعودي طبعا بابرز المواهب، فاحنا اول كشاف يتواجد في بطوله الاسطوره ماجد عبد الله، ساعي من الله سبحانه وتعالى لعل التوفيق للجميع ان شاء الله للتواجد والحضور والمشاركه طبعا والمساهمه في خدمه ابناء احياء منطقه الرياض. رسالتك الاخيره ابو خالد. الله يبارك فيكم، ونتمنى ان شاء الله ان البطوله هذه تكون فاتحه خير وابراز مواهب كرويه. احب اشكر اخوي محمد واللجنه اللي العامله معه، والله لو شفتوا العمل الجبار اللي قاموا فيه والاجتماعات المتواصله انهم يستحقون الشكر فعلا، واتمنى ان شاء الله انهم يطلعون بالنتيجه المرجوه باذن الله. هل من كلمه اخيره؟ اول نشكر الاخ محمد المطيري على اختياره لي كمنظم للبطوله، واشكر الاخوان معي وزملائي في اللجنه المنظمه على وقفتهم وجهودهم وصبرهم معنا، واشكر الاخ سلطان، واشكر قناتك المميزه المبتدئه اعتبر بس مميزه، واتمنى لها التوفيق، واتمنى تواصلون معنا بتغطيتكم زين من غدا وكل يوم، وبالعكس نرحب بالجميع ونرحب بالطاقم القناه كله، واقول حياكم الله وما قصرتوا ويعطيكم الف عافيه. ايضا بدورنا قناه رياضة الأحياء نتشرف طبعا ونطبع قبلة وفاء واحترام وتقدير طبعا لمنظمي هذه البطوله، خلينا نقول هو دين على عاتق الجميع، خلينا نقول بصفه الاحياء دين على عاتق الجميع ان نقدم اقل هديه لنجم لشخصيه بحجم الاسطوره ماجد عبد الله، اتمنى انها تقدم باسم ابناء احياء منطقه الرياض بشكل عام. شكرا 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 اللجنه المنظمه لهذه البطوله، كفيتوا ووفيتوا ووصلتوا الرساله كما يجب، اتمنى ان يعمل بهذه الرساله، اتمنى تواجد الانديه السعوديه، اتمنى تواجد كل من يهمه مصلحه خلينا نقول الشباب احياء منطقه الرياض، متمنين التوفيق دائما للجميع، الى ان نلقاكم في لقاء اخر واستديو اخر، دمتم في امان الله.